السلام عليكم، صنط يمين بتدور على طريقه تجميع الركنه كده ان شاء الله تلاقي اللي انت محتاجه. بص دول جايمين اول رجلين الركنه، وجبت جايم كده اللي انا هعلم عليه المقاس اللي انا محتاجه. اي طول انت محتاجه هتعلم عليه بالطريقه دي زي ما انت شايف كده بالظبط، وهتشرحه على علام النجر كده. دول خاصين الجايمين اول رجلين دول، بس انا جبتهم لك في البدايه عشان خاطر تعرف الموضوع ماشي ازاي، وبعد كده نخش هنعرف موضوع تجميع الركنه ده خطوه بخطوه بالتفصيل ان شاء الله هتلاقيها. فعايزك تركز كده معايا كده يا كبير، ويلا كده ايه نشوف مع بعض الطريق. اول حاجه لازم نعملها ان احنا هنصفي الخشب بتاعنا. الخشب اللي احنا جايبينه ده خشب بوصه ونص في 6، يعني تخيل 3 سم بعد ما يتصفى، تخيل 3 سم ونص في عرض 15 سم. طول الجايم اللي انا هستخدمه اللي هو ظهر الركنه بيكون طوله 75 سم. احفظ المقاسات دي وركز عليها. والرجل اللي قدامانيه انا عاملها 18 سم، انت ممكن تعملها 20 او تعملها 17 على زي ما انت عايز، على زي الرجل اللي انت هتحطه، يعني انت هتحدد بناء عليه عرض الركنه او عرض صدر الركنه. تمام، هبدا اعلم مكان النجر بالزاويه، ومكان النجر اللي انا هعمله عرض 5 سم عشان خاطر الخشب اللي انا هشتغل بيه 5 سم. وهنقل مكان النجر ده اللي انا عملته على الرجل الصغيره هنقله على الرجل الكبيره، وهشد علامه على نفس تخانه الرجل اللي انا علمتها ده، اشدها على عرض الرجل. وانا ظللت لك مكان النجر عشان تفهم الموضوع اكتر. كده انا خلصت الرجل الصغيره واروح للرجل الكبيره. والرجل الكبيره نفس الكلام زي ما علمت التخانه بتاعتي اللي هي 3 سم ونص، هعلم عرض الرجل اللي هي 15 سم. كده يعتبر انا خلصت ارتفاع الركن اللي هي من تحت، اللي هو الارتفاع ال 18 سم اللي انا عملته. داير ما يدور كده بقى الارتفاع بتاعي 18 سم. بعد كده هشتغل في الظهر من فوق. الظهر من فوق اول حاجه هعملها هسلب الظهر بتاعي على 7 سم فوق، وهاخدها تحت اسيب مثلا حوالي 15 سم اللي هي مكان المرتبه، واخد الظهر بتاعي هسلبه او هاخده دوران. انا هاخده دوران عشان خاطر هيكون شكله افضل. وبعد كده هعلم مكان النجر. اول نجر من تحت هسيب 2 سم، وبعد كده هعلم 5 سم، وتاني نجر هاخده 45، بعد كده 50 اللي هو نجر اللي هو الخمسة سم بتاعتي اللي هو مكان الثلاثين. يعني انا كده هحط ثلاث تحت وثلاث فوق، وثلاث اللي هو ايه هيكون معايا فوق ده هيكون نظام خدش. تمام، انا مش عايزك تزهق مني، هي القصه كلها في الرجول. بعد ما نطلعها كده وعلى الكلام ده يعني عايزك تخلي بالك معايا، انت لو عملت دول خلاص انت يعتبر الركن اصلا كده يعتبر خلاص خلصت. تمام، هم اهم حاجه الرجول اللي احنا بنعملها. عشان خاطر كده انا بتكلم معاك في التفاصيل وافهمك كل خطوه بخطوه، عشان انت لو مبتدئ تفهم الموضوع رايح فين وجاي منين قبل ما تجمع الركن. لك تجميع الركن ده تجميع سهل، انت هتجمعه سهل يعني بكل بساطه. بعد ما تعمل الموضوع اللي احنا قلناه ده هتلاقي الموضوع التجميع ده سهل وبسيط ومش محتاج شرح اصلا ان انا اقول لك هتعمل ايه وهتسوي ايه. معلش اذا كنت طولت عليك، ولو شاف الشرح لحد كده تمام فيا كبير ما تنساش تنزل تعمل لايك. طلعنا الدوران بتاعنا وعلى المنجار هنبدا ننجر مكان العلامات اللي احنا علمناها. ونضيفها الصينيه هنطبع الشرح على العلامه اللي احنا علمناه. طبعا احنا شرحنا موضوع المقاسات هتعلم ازاي وطريقتها ازاي، وبرضه لما نيجي نجمع هتفهم اكتر موضوع المقاسات. تقدر تشرح الروس دي على الحيله اللي انا شغال عليها، وتقدر تشرحها على الصينيه اللي هي صينيه الترابيزه، وتقدر كمان تشرحهم على المنشار ايا كان اللي اعمل تشتغل عليه. نخطش الروس على المنشار كده احنا خلصنا، ونخش على مرحله تجميع الركنه. انا مش هتكلم كتير ولا اشرح كتير في الحته دي، طبعا اكيد ايه صدعتك معايا، فايه انت اكيد فهمت الموضوع رايح فين وجاي منين. ولو فهمت كده اكتب لي في التعليقات انت فهمت او ما فهمتش، او ايه اللي ما فهمتوش كده، وانا ارد عليك يا كبير. ما تنساش بالمره كده، لو مش مشترك في القناه طبعا هنشرف بيك يا كبير تعمل اشتراك في القناه وتعمل لايك كده عشان خاطر ايه الكل يشوف الفيديو ده. طبعا زي ما قلت لك موضوع المجاز ده انا سايبه ليك. طبعا انت ممكن تكون الكلام معاك 150 او 170 او 180 او ايا كان، طبعا انت تشتغل على نفس الطريقه اللي احنا اشتغلنا عليها دي. بعد ما تلم او تجمع الكرامه بتاعتك اتاكد عليها بالزاويه تكون معاك قامه ومظبوطه تمام التمام. ولو عندك جمطه او اتنين او تلاته تقدر تعصر بيهم كده الظهر، وبمسمار سن صاش تربط مكان النجر ده، طبعا بعد ما تغري مكان النجر واللسان. كده احنا لمينا ظهر الركنه او جمعنا ظهر الركنه. نيجي للوش اللي قدام، والوش دي الرجول اللي احنا نجرناه اهو زي ما انت شايف، النجر جبال النجر مظبوط تمام التمام. هنبدا نجمع عليه الوش
كده 100 فل و10 كده معاك. احنا عاملين النجر بتاعنا اللي هو هيسلم الجنب، والنجر اللي هو ايه هيسلم الوش. النجر اللي هيسلم الوش انا خليته على عرض ال 15 سم، والناحيه الثانيه طبعا على عرض ال 15 سم، فعشان كده خصمنا قيمه ال 15 وال 15 سم دي، وزودنا معانا اللسان اللي هو ايه الداخل 4 سم و4 سم. خلي بالك من الحته دي، كل تخانه انت بتخصم قيمتها بس بتزود قيمه اللسان، تمام، وبتجمع بالطريقه اللي انت شايفها دي. كل ما تجمع حاجه في بعضيها طبعا بالغيره تاكد عليها بالزاويه، وبعد كده هتربط بمسمار صودا صاج او مسمار فورمه. كده يا كبير احنا تمام، جمعنا ظهر الركنه وجمعنا ايه وجمعنا وش الركنه. هنبدا دلوقتي نجمع ايه نجمع الجناب بتاعتنا. والجناب بتاعتنا زي ما قلت لك هنخصم عرض ال 15 سم ده اللي هو عرض الظهر، وهنخصم الوش اللي هو 3 سم ونص. طبعا هنزود اللسان اللي هو ايه ال 4 سم اللي هو احنا اللي احنا متفقين عليه. كده هيديك المقاس الركنه بتاعتك بالظبط. انا عامل الركنه بتاعتي 75 سم، فانا هخصم الجيبه دي وهخصم الجيبه دي، هيديني كده ايه بالظبط المقاس اللي انا ايه اللي انا محتاجه. طبعا انت لو عايز تعملها 80 طبعا هتعملها نفس الطريقه كده بالظبط. وبعد كده هنجمع الجناب بتاعتنا. كده يا دوبك الكلمه بتاع الركنه هتظهر معانا. هنأكد طبعا على كل الزوايا بتاعتنا، هنأكد عليها بالزاويه القائمه تكون مظبوطه معانا تمام التمام، وبالجمط، وهنربط طبعا ايه زي ما جمعنا في الوشاش دوكم هنجمع برضو الجلاب بمسمار سن صاج. وبعد كده هنبدا نعمل ايه نعمل الثلاثيات بتاعتنا. بس قبل ما نعمل الثلاثيات انا عملت الحتت دي اللي انت شايفها دي هتساوي معايا الوش، ومن الناحيه الثانيه هتكون مرفرفه بحيث ان انا ايه احمل عليها سداسي القاعده عشان يبقى معايا متين ويمسك معايا الكونتر او الشريط اللي انت هتحطه او ايا كان، بس يكون معايا عصب بدل ما احنا نربط البورمه كده ونسيبه لوحده، لا احنا هنحط تحتيه المتاريد دي. تمام، بص هي ماسكه تحت وماسكه فوق، دي هتخلي معاك الشغل حديد وتمام التمام. السداسي اللي فوق اللي في الاخر ده انا عامله نظام خدش على ايه على المنشار، تمام، ده مش ناجر، فعشان خاطر ايه انا ما حبيتش اعمله ناجر، حبيت ان انا ايه اعمله خدش خليته في الاخر. وعملت حته مسلوبه كده عشان خاطر انا واخد دوران، فلفيتها على الحته ايه على الحته عدل بحيث تعمل معايا ايه تعمل معايا دوران. وبعد كده ممكن بالصاروخ بعد ما جلد الظهر بتاعي بلاكاش، بعد كده بالصاروخ ايه ممكن الف الدوران يتظبط معايا تمام التمام. دي زوايا لازم تعملها معاك في الدوره عشان خاطر تمسك معاك الشغل، وتمسك معاك كنبه الركنه او تمسك معاك الركنه تمام التمام، وما تتمزجش. بعد كده انت بتغريها وبتسمرها بمسمار شيشه 5، تمام، الشيشه 5 دباسه معاك زي ما انت شايف كده، او شيشه 5 عادي، اي حاجه هتأدي الغرض معاك تمام التمام. وممكن تربطهم بمسمار سن صاج كده ايه في الداير من ورا، تمام، هيكون معاك احسن وامتع. اطلعت على الظهر لقيته محتاج حاجه كده في النص، هو مش محتاج جو، بس احنا ايه المتانه والاحسن ان احنا ايه نحط حاجه في النص عشان خاطر للضغط بعد كده. فقطعه خشب كده تقدر تحطها في النص هتربط معاك الثلاثين اللي في النص، وهتربط معاك المرايه اللي فوق. كده احنا الحمد لله خلصنا الركن. وعشان ما اطولش عليك انت هتلف الوش ده قبل كاش، ولو هتحط كونتر في القاعده، ولو هتجلد الظهر تمام، ده انا مش محتاج شرح ومش محتاج ان انا اقول لك عليه. مش اوصيك يا كبير، ما تنساش اللايك والشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.